هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. من يتابع الشيف الجزائرية مريم بن عمود يعلم جيدا أنها تمتلك كل الإمكانيات وكل المواهب وكل الأدوات التي تؤهلها إلى الذهاب أبعد من كونها شيف جزائرية تقوم بتقديم بعض وصفات المأكولات إلى الجمهور الجزائري من خلال برامج محطة الشروق الفضائية الجزائرية الخاصة. فمريم بن عمود باستطاعتها أن تكون إعلامية وأن تلعب هذا الدور بمهارة وبراعة فائقة جدا، نظرا لما تمتلكه من جمال مميز ومختلف وثقافة كبيرة جدا. الشيف الجزائرية الحسناء مريم بن عمود قد أثارت جدلا كبيرا وواسع النطاق عندما شاركت جمهورها الكبير منذ أيام قليلة بمجموعة من الصور الجميلة ظهرت فيها وهي تحمل مولودين، فتعجب البعض كثيرا من ذلك المشهد الغريب، بل وذهب البعض إلى الاعتقاد بأنها هي من أنجبت المولودين، قبل أن تفاجئ الجميع وتعلن أن شقيقتها هي من وضعت ذلك التوأم نجيب ويوسف. ورأت شريحة كبيرة من الجمهور بأن حرص الشيف الجزائرية الجميلة مريم بن عمود على نشر صور توأم شقيقتها هي لفتة جميلة ورائعة ونقية من تلك الفتاة الجزائرية، خاصة وأن الجميع وبصفة خاصة جمهور مريم بن عمود يعلم جيدا أنها قد أنجبت 3 فتيات وأنها لم تنجب الولد بعد، وأن حرصها على أن تكون بجوار شقيقتها وأن تقوم بنشر صور توأمها الذكور إن دل فإنما يدل على صفاء قلبها وجمال شخصيتها، حيث رأت شريحة من الجمهور بأن الفتاة لم ينتابها أي نوع من الغيرة كما ينتاب الكثيرون في مثل تلك الأمور، بل على العكس تماما لاحظ الجمهور بأن مريم بن عمود وهي تحمل توأم شقيقتها قد شعرت أنها تحمل أطفالها، وأن وجهها وملامحها تغمرها سعادة كبيرة وفرحة غامرة وكأنهما أطفالها وليس أطفال شقيقتها. وظن البعض في البداية بأن المولودين هما أطفال هذه الشيف الجزائرية فائقة الجمال مريم بن عمود، حتى قامت الحسناء الجزائرية بتوضيح الأمر وتهنئة شقيقتها على توأمها، وبالرغم مما قد تتعرض له مريم بن عمود من إحراج لنشرها لتلك الصور إلا أنها قد أصرت على نشرها ولم تهتم، ورأى الجمهور أن ما قامت به مريم بن عمود هو دليل واضح على صفائها ونقائها ورقيها الكبير، بل وتمنى البعض لها أن ترزق قريبا بمولود يكون ذكر وأن تقوم بمشاركتهم بصورة في القريب العاجل، لأن هذه الشيف الجزائرية الحسناء تستحق كل الخير لما تمتلكه من قلب جميل وشخصية مميزة ومختلفة ورائعة وجميلة.